هي الشتا والساعة ايه غير شوية محشي مع حبة شوربة. الله على الجمال. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو ساقع قوي، واحسن حاجة في الساقعة طبق المحشي مع شوية شوربة. الله عليه. يلا بينا نشوف هنعمل المحشي ازاي من الالف للياء. نقول بسم الله ونبتدي. جبت كرنباية زي ما انتوا شايفينها كده. لازم لما اجيب الكرنبايه اخبط عليها من تحت الاقيها بتعمل صوت، يعني تخبطي عليها تعمل صوت، ما تجيبهاش مكبوسه. المكبوسه دي ورقها يبقى ملفوف على بعض وهتتعبك. بعد كده ابتدي اشيل الورق الاخضر اللي من بره، وبالسكينه اشيل الراس بتاعت الكرنبه. شايفين؟ بغوط كده بالسكينه لجوه بالراحه وبطلع الراس، وبالسكينة عند كل عرق كده زي ما انتوا شايفين بقطعه من فوق وافرغه. شايفين؟ بفرغ كده بايديا، اقعد اقطع كده من الاول، ما بغوطش لجوه، لا، من اول العرق كده بروح قطعاه وبفرغ. بعد كده بروح قلبها، الورق بيطلع معايا بكل سهولة من غير ما يتقطع ولا يتبهدل ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. واطلع ورقة ورقة بكل سهولة. طبعا والوقت ده ببقى حاطة بقى ايه، حلة مية بقى على النار، وممكن اسلقه وهو زي ما هو بعروقه، وممكن نقطع العروق زي ما انتوا شايفين كده علشان ما ياخدش مساحة في الحلة. بيبقى سهل عليا بصراحة. اول ما المية تغلي بحط لها شوية ملح وشوية كمون، لازم الكمون. واروح نازلة بقى بورق الكرنب. انزل بورق الكرنب. الكرنب اصلا اول ما بنحطه في المية السخنة على طول بتحسي ان هو بيطرى، ما بياخدش وقت. اوعي تغيبيه عشان ما يتهرش منك، لو اتهرى منك مش هتعرفي ابدا تحشيه. يا دوبك تحس ان هو تري كده، مفيش دقيقة تروحي مطلعه على طول على مصفى، تطلعي الكمية اللي انت حطيتيها وتحطي كمية تاني. طبعا احنا مش بنحط ورقة ورقة، احنا بنحط بالكمية حسب الحلة بتاعتك. وافصصها كده زي ما انتوا شايفين، وهاخد الورق بس، مش عايزة العروق، انا عايزة الورق بس علشان هسلقه زي ما بسلق الكرنب واحشيه معاه. قلت بقى اعمل شوية شوربة اسقي بيها الكرنب بتاعي. حطيت حلة على النار وحطيت فيها معلقة سمنة بلدي، ولازم الحلة تسخن كويس جدا. هروح نازلة بقى باللحمة بتاعتي فيها. اللحمة طبعا ما بتتغسلش. نزلت باللحمة زي ما انتوا شايفين، ومش هقلبها خالص الا لما تاخد لون من تحت. اول ما الاقيها خدت لون من تحت ابتدي بقى اقلب فيها. شايفين؟ ولا منزله سوائل ولا اي حاجه، لان احنا الاول عطيناها صدمه والحله كانت سخنه جدا. اول ما خدت اللون من تحت كده وقلبتها ابتدي بقى انزل عليها بالبهارات. ورق لورا وحبهان، يا ريت تفتحوا الحبهان، وجبيبه صيني حصى وفلفل اسود حصى، وانزل كمان بالملح. انا الملح بحطه مع بدايه اللحمه، واللحمه بتستوى معايا وبتبقى زي الفل. وابتدي بقى اقعد اقلب فيها كده، واروح نازله بقى بجزر وطماطمايه والبصل. طبعا الكميات زي ما انت عايزه. اديها تقلبتين كده مع اللحمه، وانزل عليها بالميه السخنه. الميه تكون سخنه، ما ينفعش نحط ميه ساقعه. اللحمه بتغلي وبتستوي معانا وشوربتها رايقه وجميله وزي الفل. نعمل الخلطه بتاعت المحشي. حطيت حله على النار وحطيت بقى شويه زيت حلوين، المحشي بيحب الزيت. ونزلت عليهم بكام بصلايه كده حسب الكميه اللي انت هتعمليها. بصل مقطع قطع صغيره، وانا هخليه يدبل. واول ما ياخد اللون الذهبي في البدايه كده على طول، مش عايزاه يحمر جامد، انزل عليه بقرنين فلفل حراق. الله على الفلفل الحراق مع المحشي بيبقى تحفة. اديله تقليبة مع البصلة، وانزل عليهم بصلصة الطماطم. طبعا صلصة الطماطم دي احنا مسبكينها مع بعض، طماطم مسبكة معايا جاهزة، يا دوبك هتاخد بس غلوة مع البصل والفلفل. انتهى تغلي كده غلوة مع البصل والطماطم، هنزل عليها بقى بالبهارات، ملح وفلفل اسود وبابريكا وشطة وكمون وكزبرة، واهم حاجة معلقة من بهارات المحشي اللي انا عاملاها معاكم. بجد تحفة، حلوة جدا جدا. ورش السكر عشان خاطر الطماطم طبعا، وننزل بالملح. الملح حسب برضو الكمية اللي انت هتعمليها، واقلبهم مع بعض. وانزل عليهم بشوية من الخضرة، مش هنزل بالخضرة كلها، انا هحط شوية من الخضرة دي بقالها اسبوع عندي في التلاجة، على رف التلاجة. كنت غسلاها ومقطعاها ومنشفاها وعاملاها طبقات. بحط شوية خضار ومنديل ورق، شوية خضار ومنديل، بقالها اسبوع ما عندي في التلاجة. اديها تقليبه، اسيبهم كده يغلوا مع بعض غلوتين، وهطفي عليها النار. نبتدي بقى نفصل الورق بتاعنا. ايوه نفصل، انا معتبر ان انا بفصله.
اجيب الورق كده بتاعنا بعد طبعا ما انزل الميه بتاعته خالص صفاها. اجيب الورقه افردها واروح تانية على 2، وبعد ما اتنيها على 2 اتنيها على 2 تاني، واقطعها زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. طبعا حسب ما بتحبي المحشي بتاعك كبير او صغير، بيبقى شريط كده، وبنقطعه بقى قطع برضو زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي بقى نحشي بيه. هنقطع الورق بتاعنا كله بنفس الطريقة. بعد كده بقى غسلت كمية الرز بتاعتي وصفيتها، واحط عليها التسبيكة اللي احنا عملناها، الله ريحتها بجد تحفة. واحط عليها بقيت بقى ايه الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. المحشي بالنسبة لي بحب ازود فيه الطماطم وشوية ملح وشوية فلفل اسود، اقلبهم كده ونبتدي بقى ايه نحشي المحشي بتاعنا. هجيب الحله اللي سبكت فيها زي ما هي ما غسلتهاش مكان الطماطم، احط فيها شويه زيت، والورق الاخضر اللي كان في الكرنبايه من بره الغامق قوي ده سلقته برضو معاه، هفرده من تحت زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي بقى احشي. اخد ورقه ورقه واحشي. اخد اول واحده كده طبعا عامله زي الشريط زي ما انتوا شايفين، وهقطع بقى حسب صبع المحشي برضو اللي انا عايزاه، اقطع قطعه كده وسط وابتدي احشي. لما اجي احشي ما احطش رز كتير، نحط شويه كده صغيرين علشان الصبع ما يبقاش تخين او مقلبص معانا. واخد برضو ورقه تانية واحط فيها بقى شويه رز برضو، حبه كده صغيرين مش كتير، ولازم لما اقفله كويس، يعني تقفليه كده وانتي بتلفيه تلفيه كويس قوي. وهنعمل برضو ورق الخاص زي ما انتوا شايفين، طبعا ورق الخاص مقطع جاهز، شايفين الورقة؟ بنحط برضو فيها شوية الرز وبنلفه زي ما بنلف الكرنب بالظبط. وهعمل الاتنين في حلة واحدة لان انا مش هعمل كمية كبيرة، وهلف بقى لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي. شايفين خلصت الكميه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، عامله الورق الخاص اللي بشاور لكم عليه ده، عامله شويه من الجنب ومتغطي هو بالكرنب، وبقيت الحله الكرنب. طبعا لما نيجي الرز ما نزنقش كل الصوابع في بعضها، تبقى مرصوصه جنب بعض بس مش مزنقه عشان يستوى معاكي كويس. ولازم نسيب فراغ من فوق، ما نملاش الحل على الاخر عشان هو لسه الرز ده هيستوى وهيعلى معانا، لازم يلاقي مساحه ان هو يعلى معانا. وهجيب بقى الشوربه السخنه معايا، كنت حاطه فيها معلقه من الصلصه بتاعت التسبيكه عشان تبقى حمرا وحلوه، وغطيت بيها المحشي بتاعنا. بس ما نزودش الشوربه، يا دوبك كده ايه يبقى مغطيه شويه، وهحطه على النار لغايه ما يبتدي المحشي يشرب الشوربه بتاعته. اول ما يشرب الشوربه بتاعته كده حطيت عليها من فوق معلقه سمنه بلدي، ما عندكيش مش مشكله ممكن تحطي شويه زيت، ونغطيه ونهدي النار خالص ونسيبه لغايه ما يستوى.